شيكابالا. شيكابالا قال مع الكابتن شوبير، ويقال ان اللي دخل شيكابالا مع كابتن شوبير مستشار مرتضى. فاذا مستشار مرتضى سامعه تمام. مش عايزين نشيل الليله لمحمد حلمي عشان مشي، لان امبارح محمد حلمي مش موجود. وامبارح كانوا بيقولوا محمد حلمي بيلعب معروف ليه، بيلاعب احمد توفيق بكرات ليه واسامه ابراهيم موجود، بيلاعب حسام باولو وباسم مرسي يقعد ليه، بيلاعب ما بيلعبش دونجا ليه، فاهم قصدي، ما بيلعبش الونش ليه. كل دول لعبوا امبارح، كل دول لعبوا امبارح، والزمالك برضه لم يتغير اداؤه. لكن اما شيكابالا يقول هذا الكلام ولا يعاقب، فيبقى رئيس النادي موافق عليه. طب لو رئيس النادي بتجيله كل كبيره وصغيره، طب رئيس النادي كان عنده فرصه للتغيير قبل ال40 يوم بتاع بطوله افريقيا. طب نمره 2 نتكلم فيها، هل شيكابالا اللي بيتكلم على محمد حلمي قد يكون كلامه سليم او غير سليم؟ هل شيكابالا شخصيه مثلا ملتزمه على مدار تاريخه؟ ده الراجل اللي جاي اوجاستو اوناسيو هو اللي مشاه من سبورتنج لشبونه لعدم التزامه ولعدم رجوعه مره اخرى لسبورتنج لشبونه وقفل الموبايل. هل شيكابالا اللي بيقول ان احنا ما بنتمرنش ما جاش بعد ال40 يوم قعد 25 يوم في بيتهم؟ يعني نتكلم منتهى الصراحه، هل شيكابالا مستواه هو شيكابالا بتاع 2009؟ يعني بص انا بتكلم بمنتهى الصراحه، شيكابالا نجم كبير، شيكابالا موهبه كبيره خلصت على نفسها بكثره المشاكل وعدم وجوده وفي اكثر من موقف مع اكثر من رئيس نادي ومع اكثر من مدرب. فبالتالي مش عايزين نشيل محمد حلمي الليله، لا انا مش عايزين نقول ان شيكابالا هو نجم النجوم. خدوا بالكم انا بقول لكم اهو، والناس تقول لي متحامل شيكابالا الذي سافر الى سبورتنج لشبونه ولم يكن متواجد مع نادي الزمالك هو هذا الموسم الذي حصل فيه نادي الزمالك على بطولة الدوري والكاس لأول مرة.